أحبائي متابعي قناة المدرج الأهلاوي، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة عن أخبار النادي الأهلي، ويلا بينا نبدأ. بس زي ما انتوا عارفين، اللايك الجميل والاشتراك الأجمل ومشاركة الحلقة. ويلا بينا. الكابتن محمد شوقي حاجة كده من ريحة الحبايب. جيل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات وعماد متعب ولاعيبة تانية كتير. كلنا عارفين الجيل ده، الجيل اللي كنا بننط من على سور المدرسة علشان نتفرج عليه وهو بيلعب في كأس العالم للأندية. والحقيقة مفيش أهلاوي إلا وقلبه مايل للجيل ده بالذات علشان كمية الإنجازات اللي عملها. عشان كده لما بنشوف أي حد منهم في أي منصب جوه النادي الأهلي الواحد بيكون مبسوط جدا. وفي الأول الكابتن محمد شوقي كان موجود في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي من السنة اللي فاتت لحد لما أعلن النادي الأهلي تعيينه في منصب نائب المدير الرياضي بقرار من الكابتن محمود الخطيب علشان يساعد الكابتن محمد رمضان في شوية ملفات، زي مثلا انه يتدخل لو في مشكلة بين لاعب ولاعب او مشكلة ما بين لاعب ومدرب، وليه الحق انه يوقع عقوبة او يخصم على اي لاعب جوه الفريق. بس الجزئية دي لازم يرجع فيها الاول للكابتن محمد رمضان. ده غير كمان انه هيكون موجود في الاجتماعات الفنية ويدي رأيه بالنسبة للاعيبة اللي هتمشي من النادي الاهلي او الصفقات الجديدة اللي النادي الاهلي هيتعاقد معاها. والكابتن محمود الخطيب خد الخطوة دي في تعيين محمد شوقي في الوقت الحالي بالذات بسبب انه عايز يوفر مناخ وجو كويس للاعيبة وللجهاز الفني قبل ما تبدأ منافسات كأس العالم للأندية. ومن ضمن الأخبار اللي معانا إن كان في جلسة مع محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء علشان تمديد عقودهم. واللي حصل في الجلسة دي إن محمد الشناوي ورامي ربيعة وإدارة النادي الأهلي اتفقوا على كل حاجة بالنسبة للأمور المالية ومدة التمديد علشان يفضلوا مكملين مع الفريق. بس بالنسبة لياسر إبراهيم الوضع مختلف شوية علشان الاختلاف في المقابل المادي، وكمان في عرض من الدوري القطري جايله وممكن ياسر إبراهيم يمشي من النادي الأهلي في نهاية الموسم ده. أما بالنسبة لحمزة علاء هو للأسف قريب جدا إن هو ممكن يمشي من النادي الأهلي، وده لسببين. السبب الأول إنه عايز يشارك في الماتشات، وطبعا لو النادي الأهلي خلص مع محمد الشناوي ومدد عقده هتكون فرصة مشاركته في الماتشات صعبة جدا. والسبب التاني إن في عرض من نادي بيراميدز علشان يتعاقد معاه بمقابل 5 أضعاف اللي بياخده من النادي الأهلي، ومن حقه انه يمضي لاي نادي دلوقتي علشان ده اخر موسم ليه في عقده. وبصراحه خروجه من النادي الاهلي هتكون خساره، ويا ريت المسؤولين في النادي الاهلي يمددوا عقده وبعدين يخرج اعاره لاي نادي. وقبل ما نكمل، انتوا ازاي وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش لا لايك ولا شير ولا اشتركتوا في القناه؟ بس ماشي يلا نكمل. وخلاص بشكل رسمي أكرم توفيق مضى على عقود انتقاله لنادي الشمال القطري، وإنه كده خلاص مش عايز يكمل في النادي الأهلي بسبب المقابل المادي اللي معروض عليه من النادي الأهلي. والنادي الأهلي وصل معاه لرقم استحالة إنه يعديه. والكلام الكتير اللي اتقال الفترة اللي فاتت إن نادي الشمال القطري مش عايز أكرم توفيق والمدير الفني مش مقتنع بمستواه، ده كلام مش حقيقي خالص. وأصلا أكرم توفيق مشي من النادي الأهلي علشان خاطر الفلوس، وما بصش بقى لا مشاركة في كأس العالم للأندية ولا غيره. أهم حاجة عنده الفلوس وبس. ولو كان فعلا نادي الشمال القطري مش عايز اكرم توفيق، في نادي تاني عايزه وهيدفع اكتر كمان. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة، ونشوفكم في حلقة جديدة على خير دايما يا رب.